بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم البنات؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نقول لكم صحة فطوركم، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم غادي نشارك معكم شاربات بوفاريك. شوفوا كيفاش تجي هايلة البنات، وخيما يعني ما تشريها من المحلات، يعني ديريها في بيتك، وحاجة نقية يعني تكوني ضامنة شراكي دايرة فيها. بالنسبة للمقادير عندي السكر، 800 غرام تاع السكر وزنيها، وعندي هنا نصف كأس تاع حليب، وعندي ملعقة كبيرة تاع لافاني، ملعقة كبيرة تاع ملح الليمون أو لاصيد سيتريك، وها عند اللي يبيع لوازم الحلويات. يعطيكم يعني كيما تحبي. وعندي هنا ملعقة كبيرة تاع لاغوم تاع الليب، عندي ملون، وعندي تانيك ترونسبارون، يعني يعمروا لكم 11 ميل ولا هكا 12 ميل. وعندي مستحلب تاع الليمون تانيك ملعقة كبيرة، كامل هادو ملعقة كبيرة. هنا الحاجة الأولى اللي نبدا بها، ندي هنايا غراف ولا حاجة، ندير فيها هذاك السكر، لازم نذوبوه نقصه شوية تاع الماء، ونذوبوه نديروا له شوية تاع الماء. وبالنسبة لبنات القرعة تاع 5 لتر تاع الماء، يعني هادوك الكبار تاع 5 لتر غادي يعني ديرها لك كامل. وغادي من بعد تاني ندير حبة عليم بلا ما ننسوها. وهذيك السانك تاع لتر هذيك تقلعوا منها واحد شويه، لانه علاه غادي يزيد الحجم تاع يعني تاع الماء غادي يتضاعف، لانه نزيدوا السكر نزيدوا الحليب، فهمتوا؟ انا نسيت باش يعني ما نقصتش، من بعد نقصت. شوفوا هنا الميكسي هذاك السكر مع الماء اللي كنت قلعت شويه تاع الماء، ونزيد تاني نقلع شويه تاع الماء، ندير فيه هذاك لاسيد سيتريك، ملح الليمون، ونذوبه تاني كنميكسيه كيما السكر، نميكسيهم غايه حتى يذوبوا لنا. وبالنسبه لهذاك الماء اللي درت فيه هذاك ملح الليمون، نضيف له ملعقه كبيره تاع لاغوم، هذا اللي جاي ملون، هذا بزاف شباب، انا كملت لي، شوفوا ديجا هالملعقه التاليه نديرها هنايا. لازم تدوروا ملعقه كبيره، هذا يعطينا اللون وتانيك المذاق. وتانيك عندي ترونسبارون، هذا تانيك لاغوم تاع الليم، هذا تانيك جاي شفاف تاني ويعطينا بنة تاع الليم تاني شباب. ونزيد مستحلب الليمون، مستحلب الليمون، ونخلط تاني، لازم نخلطوهم غاية. ونزيدو تاني ملعقة كبيرة تاع لافاني، لافاني تاني تعطينا بنة شابة. نخلطوهم هنا غاية. ونزيدو هذاك النص كاس تاع الحليب، تقدر اللي ما عندهاش الحليب تقدر يعني تعوض بعلبة تاع ياغورت تاع ليمون. نخلط هنايا غاية، ومن بعد نفرخهم في هذاك مع هذاك الماء بهذه الطريقة. انا هنا راني نصور، يعني كنت نصور يعني في القارورة كامل، من بعد يعني بانت الصورة تاعي في القارورة، على هذيك شوفوا قطعت، يعني ما بغيتش نصور لكم من الفوق. ونزيدو تانيك هذاك السكر، هذاك السكر اللي كنا خلطناه مع السكر اللي ذوبناه مع الماء، ونزيدوهم في هذيك القارورة ونخلطوها يعني غاية، تبدي يعني تضربي فيها كي شغل تخلطيها غاية كيما هكا. تبقى لنا غير حبة الليمون، ندورو فقط حبة، نطرفوها ندوروها قطع صغيرة، ها هي بعد اللي شللتها نقطعها ونزيدها لهذاك الشاربات تاعنا. يجي بزاف شباب، سورتو البنات كي ديريه يبرد، يعني يعني تبرديه غاية يجي واحد المذاق. وسورتو رمضان، انا نبغي بزاف الشاربات في رمضان، خير من هذوك لي غاز وكاع، حاجه شابه. تقدروا مام اللي راها خادمه كما انا المركز تاع البرتقال تضيف له يعني 2 ملاعق ولا، تاني كيجي روعه البنات في البنه.
هيا قطعت كامل حبه غادي نضيفها له وندوروه. طبعا يبرد، يعني انا درته ليله كامله، الغدوه عادك يعني جبته لقيته بارد الله الله، ويجي روعه البنات، يعني يبرد لك على قلبك. انا غادي نزيدهم هنايا. انا كي زدت الليم صاي تعمرت لي القاروره. وهي لازم البنات تضربوه شويه، انا نقصت يعني في قرعه صغيره ويعني وضربته غايه، يعني باش هذاك الليم تاني كيزيد يعني يطلق لنا البنه. هذيك الحبه تاع الليم اللي درناها تزيد تطلق لنا بنه شابه. وها هو هنا وجد، غادي نديره يبرد. هي من الاحسن نديروه في المجمد ومن بعد تجبدوه وقت يعني المغرب. وها هو هنايا شوفوا بعد اللي وجدته يجي البنات هايل هايل، خير يعني خير من هذاك تاع المحلات. ما تعرفي يعني فاش راهم يعني خادمينه، ما تعرفي شا راهم دايرين فيه. من الاحسن تخدميه في دارك، خير من اللي الزوج تاعك تبعتيه ويقعد داير لاشين. يعني بزاف صوالح كاين اللي يدوروا لاشين على جال الشاربات، وهي يعني كل واحد كيفاش يحب. المهم البنات انا عطيتكم فكره يعني باش يعني تدوروه في رمضان ان شاء الله. المهم البنات كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى يعجبكم. واللي جربت الوصفه تخلي لي في التعليقات يعني كيفاش جاتها. ونخليكم في امان الله وحفظه. ما تنسوش تبارطاجوا مع لي زامي تاعكم، واللايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.